السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردا على بعض الجرائد اللي أصحابها هم معروفين، اللي شددنا عليهم الخناق في إطار توضيح للرأي العام كل ما يحدث بهذه الجهة العزيزة علينا. وكنت قلت لكم في السابق نحن أولاد هذه الجهة، ونحن نخبطوا على الأجيال الجاية. وما نحن مشينا ولا مرقت للإعلام، ولا مرقت نوضح للرأي العام، ولا مرقت في إطار العمل اللي يقوم به المجلس والجهات الداخلة والذهب، ما هو إلى ردة فعل من ما عانيناه من أسلافه السابقين سامحهم الله. لكن بعض الأسلاف ديال هذا المجلس الجاوي من المنتخبين السالفين، اللي منهم اللي انهزم واللي منهم اللي مشى، ما قعدوا في ديارهم وسكنوا باش نسكنوا عنهم، ولكن مرض الفساد ومرض السرقة ومرض النهب مال العام هو اللي يجعلهم يجندوا وهمنيت يدخلوا في جرائد إلكترونية، منها المطبخ ومنها شكاوة الأخبار ومنها جرائد أخرى اللي عادت تمتهن مهن أخرى باش ما يبانوا مواليها، ونحن هما معروفين مواليها عنا. واليوم مرقوا في جريدة المطبخ في كونت وهمي. اش قالوا؟ أنا باش نكون واضح معاكم، قالوا أن إدريس العماري يستافد من المجلس الجهوي والجهات الداخلة والذهب في إطار الجامعة الملكية المغربية للكاجوكيمبو. إذن باش نصحح المعلومة، الجامعة الملكية المغربية للكاجوكيمبو تم تجميدها من طرفنا، هي قائمة ولكن تم تجميدها من طرفنا، ولم تتقدم بأي طلب إلى المجلس الجهوي والجهات الداخلة ولا أي مصلحة أخرى. بس نصحح لكم المعلومة هذه واحدة، رغم أنه حقنا نتقدموا كمواطنين مغاربة، هذا حق من حقوقنا وكناشطين في هذه الجهة. يعني ما هو واحد اللي يتزايد عليه في الأنشطة ديالنا احنا الرياضية. لكن نوضح للرأي العام أن منذ اعتلاء أو تكليف الأخ رئيس المجلس الجهوي والجهات الداخلة وادي الذهب الدكتور الخطاطنجة حفظه الله، سطروا عليها يا ولاد عمو اللي تطعنوا في ظهره، ومع تقديري واحترامي لكل ولاد عمو اللي كيأيدوه، سطروا عليها حفظه الله، الله يحفظه، اللي دعم الفقير ودعم اليتيم ودعم المعوزات ودى للناس المصحات وما خرج شي ما عدلو. انا راه ما قدم لي شي، امي تجعت وماتت راه ما قدم لها شي، خويا وتجاع ومات راه ما قدم له شي، وانا شخصيا ما قدم لي شي، لكن قدم للناس، قدم لولاد عمكم وقدم لكم انتوما اللي تطعنوا في ظهره، واللي تقول راه مرق مولي ادريس يدافع على الخطاط ينجا. يا العار عليكم، علتنا فينا، دافعوا عليه انتم بعد كاع اللي يقربلوا اللي قاعدين تطعنوا في ظهره، اللي تديروا دي كونت دي فو كونت وتخبطوا فيه وعدتوا ضرك تخبطونا نحن باش نسكتوا. راه ماني ساكت، هددتوني، لفقتوا لي التهم، ما خليتوا شي ما عدلت فيها غير ذاك كم كتعدلوه ورا ظهري، لانكم نتوما ورا ظهري، لان حضوري انا يحجبكم نتوما. تكلم على هذو الحقودين، على هذو الحسادة اللي كانوا يتكلموا في منابر إعلامية وهمية اللي هم معروفين أهلها، واللي منهم واحدين راك يتخيطوا في المجلس الجهوي ويجبدوا المعلومات ويعطوهم ويمدعانهم هما يمهدوا للانتخابات الجاية. هذه واحدة. يعني هاي المؤسسة اللي قلتوا عن إدريس باش يعطيها الخطاطية جاي يعطيها، راهي عارية عن الصحة ومكانه، واللي قال عنه في شيء يبين. البينة لمن ادعى والدليل من انكر. انا ماشي ندافع على راسي، نعطيك كذيبكم
المسألة الثانية فيما يخص الحرس الخاص، احنا ما بغينا نتكلموا عليه، ونحن عارفين اللي يستافدوا من الحرس الخاص لا في البلدية لا في الميناء لا في بعض المصالح الأخرى، نحن نعرفوهم ونعرفوا من هما، احنا عارفين مستافدهم كل مسألة دارين كل أخطبوط، ومنهم هذو اللي درك يخطبوا فينا ويقولوا دريس يدور يعطيه رئيس الجهة الحرس خاص. أولا نوضح للرأي العام، أنا راه ما عندي شركة ديال الحرس الخاص، رغم أن من أولى أن تكون عندي، نظرا لما نمتاز به من كفاءة. ما بغيت، ما هي عندي، ولا أفكر فيها، ولا ألهث بأن يعطيني المجلس الجهوي كما كتلهثوا نتوما اللي دراك دايرين مواقع وهمية وتخبطونا فيهم. قالك إدريس باش يقلع لمربيه الحرف. أنا ما كنطعن في صاحبي، هذاك صديق وأخ وخيرت به، ولد ناس كبيرة وخيرت به، أحكم ولا مشى الله يعاونه، ولد الإقليم ويستاهل. قلع بك تخبطوا حتى في ولد عامكم ومربيه، ما حشمته. إدريس يقدر يحكم من مربيه الحرس. إدريس لم يفكر قطا يوما أنه يتقدم المجلس الجهوي ولا أي مصلحة أخرى باش يفوز بوجبات الدسمة ديال الحرس الخاص، لأن أصلا أنا ما عندي شركة ديال الحرس الخاص ولا أفكر فيها. يا الناس، أنا راني ماني ما نحتاج، أنا نخبط على الأجيال الجاية، على أولادنا وولادكم اللي ما عينكم فيهم، اللي كتلهثوا الناس والفضل ما يعمر عينيكم كون تراب. اللي قاعدين نتوما حدكم على حق، ما تمرقوا كيفنا، ما تقدوا، لأنكم علاه هي صاحب المطبخ وصاحب شكاوة عز الله وجهكم، لأنكم لستم على حق، لأن الخطأ صاعكم كالفطكم زركم، لأنكم شي من الفاسدين، عفوا شي من السراريق، شي من الفاسدين، وعاقبكم درتوا به ما وكلتوا منه شي. لأن الخطاطي ينجا هو رئيس نحن انتخبناه وانتخبوه غالبية المواطنات والمواطنين بجهة الداخل والداخل، بالإضافة إلى منتخبين آخرين. انتخب ديمقراطيا، جاب في الصناديق اللي ما جبتوا نتوما حتى واحد منكم حتى اصواتهم كاع ما جابوهم، وذاك انتخبت ما واش دخلت لكم بالله ما كتحشموا. انا بعد الله لو وليت ما كنت باغي نجاوب، ولكن خاص الراي العام يفهم. خاص تكون عندنا صحافه اللي تكون باينه، صحافه اللي تعطي الحقيقه للمواطن، ما تمو تخيزنوا شكاوات الاخبار المطبخ المساوي تقول دريس يحكم وذاك اللي يدافع لا يندافع عليه رغما عن انفكم وانف تصيلة باباكم. ما حد تكون متخيزني وتقولهم رغما عن كل ندافعوا على المبادئ ديال الراجل، حنا ندافعوا على توجهات صاحب جلاله الملك محمد الثالث اللي نفذها باحذافره، وطني مغربي كيشوف المواطن مبدا المواطنه. انا راه ما هو ولد عمي، انا مالي راني لا شلح قلتو شليح باغي راني شلح، وافتخر بكوني امازيغي شلح، انا امازيغي شلح وكون مفتخر بها ومفتخر اني مغربي. غير نتوما اللي تخدموا ما وراء الكواليس بمواقع وهمية واللي قاعدين تقذفوا في عباد الله. هذا ما هو انتقاد، هذا قالوا قذف وتنمر على الناس. انتقدك ذنبت، مشيتوا تهمتونا تهم باطلة وبرأتنا المحكمة منها باش تسكتوا، وما لنا ساكتين وقلتوها انا وكتبتوها وانتم معروفين كامل، كل واحد بلاكسو على ظهره، راه اللي موسخ باين عنه موسخ، وهذا من ضمن الوساخه والحقاره ديالكم. راهم الاولاد عمكم اللي كاردين الجهه اللي قاعدين تخبطوا فيهم، راهم لما واحد ثاني غريب ما تشجعوهم وتمشوا تحكموا بيديهم. ما حدهم كيراعوا في المواطنين كاملين والمواطنات. مالكم ما تكلموا على الفاسدين السابقين اللي كانونا 45 سنه ديال الفساد، 45 سنه ديال القهر، 45 سنه ديال الاقصاء. المغرب احنا راه ما عدلنا شيء، والله المغرب عطانا كل شيء، ما خالق شيء ما عطاه لنا المغرب، غير نحن اللي فاسدين، نحن اللي ما نسوا ولا نصلحوا، نحن اللي خاصنا الهرماكه باش نتقادوا. الملك عطانا كل شيء، ما خصصنا بخير مولانا، وما تقدوا واحد منكم مرق يكذبها. الا مرق الشباب العاطل نحن نضموا مع الشباب العاطل غير منو سبتوا. هاي تراكم ما تحكم المجلس الجهوي والجهه الداخله وداك اللي وظفوا ذوك ولاد عمهم، وظفوا خوتهم، وظفوا وذاك اللي جاي تخبطوا في الراجل راه وظف كذا وراه وظف كذا وراه وظف كذا. المغرب عطاكم بدائل، الخطاطين جا عطا بدائل، كاين برنامج فرصه، هذا اللي باغي يخدم، اما اللي باغي يتكا ويقعد
وتجيه المرأة. أنا كما تلاخالك نحن ضعنا، احنا رانا حاملين شواهد وضعنا وسكتنا فمنا. وظيفتنا نقلعت منا نجحنا فيها بوزارة الداخلية، ولا احتجينا ولا مرقنا برنا ولا مرقنا نصقوا ونصيكوا اللي قاعدين يتحكموا هوك وهوك. أما فيما يخص اللي كان يقذف عباد الله ونحبس، نحبس لا إله إلا الله. شلا عدل له الخطاط؟ الخطاط ما قالوا مشي قوم تدعي على الناس، راه احنا نحبس ماش عدلنا الخط، ما عدلنا والو وما نقذفوا فيه يولي ما لحقنا بشي. راه نتوما اللي كنتو، نتوما ذاك اللي كنتو تلحقونا ومازلتو تلحقونا ومتخزنين. نحنا عارفين فيكم الغدر، عارفين فيكم الغدر. وهذه المواقع احنا اللي ندوزوهم من الخبره. هما عندنا، ها هما هون، هاو كامل المواقف اللي يتنمروا علينا اللي ندوزوهم من الخبره. والله هو اللي حصل ما نعتقوه في اطار القانون. والله اذا نتابعوه قانونيا ما بقى ذاك التخربيق وذاك لا خلاص هذا ولد عمك ولا لا صرتوا حتى صرتوا. ولكن اللي نكرد منكم والله لا اعتقناه، والله لا عقلنا عليه. اذا نعتلوا هذه التهم الباطله اللي قاعد يتهموا بها عباد الله وتضلوا الراي العام. قولوا لنا شي واضح. تولى عندنا صحافه نزيهه، وكنشكر الصحافه النزيهه اللي كتمشي وتبين الجهه ديالنا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وكاين الحمد لله تنميه عنا. لكن يجب ان لا ننسى ان المزيج والجهه الداخله والذهب راه ولد تراكمات على الفساد ديالكم. راهو قاعد يصلح شوي بشوي. كاين مشاريع كبرى. الخلاص ما هو الخطاط اللي قطع الخلاص قطعته بعض المعارضه اللي كتبت لوزاره الداخليه وجات رساله توقفوا الخلاص. ما تقول على الخطاط راه نجح وراه وقف عليكم. الخطاط راه ما وقف عليكمش. الخطاط يعمل باش يرجع للخراس المعوزات، لان يعني يدخل في اطار السلم الاجتماعي. ولا سولتونا على شيء ثاني نقول لكم. اذا هذه الادعاءات اللي ادعي بها اللي نشروها في واحد الداخله كالروم ما عرفاش والمطبخ وشكاوة الاخبار وهالمسائل هي عاريه عن الصحه. ولا عاد عندكم دليل راه نقولها لكم من هون قدام الراي العام. راه ماني محذركم ومحيكيك وينسخكم وينسخ اللي راسلكم نشروها. إذا أثبت عن إدريس تقدم أنه استافد من أي مؤسسة منذ 8 عمان، من عمان انتم قاسينا. كاين بعض المنتخبين اللي دايرين عملية إقصاء وعملية بلوكاج رغم أن احنا ناشطين بحقنا، جزاهم الله خيرا. راه ما يكفى الله دفة حتى يفتحنا دفة ثاني. لا تشكوا عنكم راكم بلوكينا رانا واقف. لا الحمد لله مدعومين والحمد لله. نشكر جزيل الشكر وزارة الداخلية، جزيل الشكر. الدعم المعنوي ديالها لا ما هو كاع موقف. نشكرهم في شخص السيد والي ولاية جهة الداخلة والداب وعامل إقليم أوسط. هادو كنشكروهم والسلطات ديالنا كامله كنشكروها. والمنتخبين نشكروا البعض منهم اللي كيأيدنا معنويا. اما راه ما حصل ان كردنا الدعم من اي جهه تذكر، وهذا حقنا. واللي بلوكاونا بعض المنتخبين هو معروفين ولادنا ولاد الداخله سامحهم الله بلوكو. راه قال لك الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب فيصير رماد. قد ما حسدتونا مولانا راه كيسرها علينا. غير الا قديتوا توقفوا لنا ذا اللي نتنفسوا فيه ذا الاكسجين لا وقفوه. ومن هذا المنبر كنحيي الاخ مربيه الدليمي اللي مسكين رغم انا تحيدت له لا سيكوريتي المسألة غير مسكين ما قال والو وماشي الحمد لله. وكان ايدو ندعمو وانا ماني نوقف ضد صاحبي. هذاك راه صديق واخ ديالنا الله يحفظه لوليداته. ومن هذا المنبر نقول للسيد رئيس المجلس وجهة الداخلة والذهب وجميع المنتخبين اللي كيمشوا وراء السياسة ديال الرشيدة ديال صاحب جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم. حرنا معكم ونأيدوكم ونأيدوا الخطوات ديالكم ما دمتم ماشيين بالتعليمات الملكية السامية خدمة لهذه الجهة العظيمة علينا والمواطنين. هذا هو آخر شيء نقوله. ولا مركتم واللي تبغوا تضلوا الرأي العام نحن لكم بالمرصاد. ونقول لكم في النهاية هذه المسائل ديال الجريد غدوس الخبرة ولا ثبتم مالها راكم على يقين سيتابع قضائيا. هذا هو اللي نقول لكم. وإلى ذلك الحين اللي عنده استفسار ولا عنده تساؤل ولا شيء نحن راهنا الإشارة، واللي باغي يعرف شيء نحن راهنا الإشارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.